السلام عليكم، حياكم الله يا جماعة. وياكم ياسين ياس من قناة أبل العراق. اليوم ويانا انبوكسنج لجهاز بسيط، هو واي فاي ديسبلاي دونكل. طبعا هذا أول انبوكسنج بالقناة، انبوكسنج بسيط، بس إن شاء الله إذا حصلنا الدعم نسوي انبوكسنج قوي للفيديوهات الجاية أو للقناة. طبعا وظيفة الجهاز نقل شاشة الآيفون أو الآيباد أو اللابتوب، أو نقل شاشة اللي تشتغل بنظام أندرويد أو آي أو إس لشاشة تلفاز بدقة عالية فول اتش دي 1080. مثل ما قاعد تشوفون الجهاز يشتغل. اول شي نشوفكم العلبة مع الجهاز. مثل ما قاعد تشوفون الجهاز يشتغل بالبلوتوث. مثل ما تشوفون الجهاز يشتغل بالبلوتوث، ماكو داعي لربط الجهاز حتى ينقل الشاشة. يدعم أجهزة اللابتوب وأنظمة الاي او اس والاندرويد مثل ما قاعد تشوفون هسه وياكم. زين، هسه نشوف الكتابة اللي بظهر الباكيت. هواي تعليمات بس باختصار مكتوب بيها يدعم أجهزة اللابتوب وأنظمة الاي او اس وأنظمة الاندرويد، وينقل شاشته بدقة عالية جدا، دقة 1080 فول اتش دي. هسه نفتح الباكيت نشوف محتوياته. محتوى الجهاز أول شي هاي دفتر التعليمات، لازم تقراها، مو مثل أي جهاز نشتريه ونذبها، لا. طريقة العمل، لأن أنت أول ما راح تركبه ما راح تعرف الطريقة، لازم تتعلم عليه شلون تربط جهاز الايفون او اللابتوب حتى ينقل شاشة التلفزيون. هنا الكيبل اول شي نعوفه اخر شي. هنا ويانا هو الجهاز هذا اللي يشتغل بالواي فاي، وهذا شكل الجهاز. هنا زر التشغيل او اطفاء الجهاز. نفتح هذا الكيبل الثاني لربط يعني اذا كان ما عندك مجال تريد توسع مجال اكثر، تربطه هيك شي وتربطه بالتلفزيون حتى يتم تشغيله بالتمام. بس هو ماكو داعي، انت مجرد تحطه تركبه ويصير، بس اذا احتاجت طول اكثر تقدر تربطه. واذا كنت تريد تربط اللابتوب بالتلفزيون تقدر هما تسوي على البلوتوث او بدون بلوتوث. اذا ما تريد البلوتوث مجرد تفتح هذا الكيبل. اول شي نحط هذا الكيبل هنا، وهذا تجيبه تحطه بالمدخل اليو بي اس بالكمبيوتر. هذا شفت ما تريد يشتغل على البلوتوث. بس اذا تريد تشتغل عليه ببلوتوث مجرد هاي تربطه بالتلفزيون وينقل عادي. طريقة اذا تريد توصل شاشة الايفون بالتلفزيون، انا حاحكي بس انتو طبقوها، انا ما اقدر اسويها بالفيديو لان طول الفيديو هم تصير مشاكل بالتصوير. انا اريد اسرع حتى ما يتملون من الفيديو. مجرد تشغلون الجهاز، من يطلع هنا لون ازرق، هنا يطلع لون ازرق بس تربطه بالتلفزيون. تروح الواي فاي، قسم الواي فاي بالايفون، تروح يطلع لك شبكة جديدة هي اسمها دونكل، بعدين سلاش وبعدين كم رقم دوس عليها والباسورد من 1 إلى 8. تكنك عليها، وراها ترفع مثل ما قاعد تشوفون هسه بالفيديو، ترفعوها تحطون على الاير بلاير، وبعدين تدوسون مثل ما قاعد تشوفون تشغلوها. بعدين تروح الريموت بالجهاز التلفزيون تنقل على قسم ال HDMI او HDMI، وتنقل عندك صورة الايفون بالتلفزيون بدقة عالية وخيالية. واذا تريد تنقلها من خلال تنقل شاشة الاندرويد او اللابتوب، عندك دفتر تعليمات هنا علمك كل شيء. هسه انا تعلمت من هنا، هذا دير بالك عليه، مذبه لازم تشوفه اول شيء. ملاحظة بالاخير، اذا كنت انت يعني ما تريد تلعب بالتليفون تنقل صورة للتلفزيون، يعني تريد تلعب، فاخذ هذا الجهاز. اما اذا تريد مجرد تشوف الافلام او القنوات الرياضية، اخذ HDMI على الواير افضل لك وارخص لك. لان اذا تريد تشغل العاب وتريد تنقلها على التلفزيون لازم تاخذ هذا، لان الواير او الكيبل كلش ما حيفيدك. اولا حيكون صغير وما حتاخذ راحتك بيه. ثانيا، ختام الحلقة، اذا تريد تتصل بالدعم الفني الخاص بعشاق ابل لافرز، هاي الارقام طلعت بالشاشة، اتصل بها من داخل العراق او خارج العراق. خدمة الفايبر لحد الان ما متوفرة، لكن ان شاء الله نوفرها حتى يكون الاتصال مجاني. وزر موقعنا الرسمي على الانترنت www.abeliraq.tech، او جروبنا على الفيسبوك وبيجنا وتويتر، وهاي باقي السوالف تلقاها بالوصف. زورها وسوي لنا متابعة وسوي لنا لايك، وعلق عن رأيك بالجهاز وتعليقنا للهامات للجهاز. واذا كنت ما مشترك بالقناة سوي لنا
تحت كان معكم ياسين ياس من قناة أبل العراق.